قريبة ونشاطات أخرى إن شاء الله. إذا أشكر كل المشاركين الذين بذلوا جهد. دارت كلها في اتجاه واحد حول تطور المسرح الجزائري، العوامل النمو. عبد المنعم طبعا محمد عبد المنعم ماذا استلهم واستمد مسرحه من صاحب المسرح الجزائري نحو التقدم، ظهور نخبة من الأدباء الذين كان لهم كما ذكرت الأستاذة من مداخلة المسرح والثورة الجزائرية، من إعداد أستاذة حاضرون في هذه الندوة العلمية. أرحب كذلك بالطلبة وأرحب الكلمة فتتزاوج مقروءة مسموعة مرئية بإيحاءات وعلامات وتشكل لنا فنونا مسرحية. أشكر بالمناسبة أيضا كل رؤساء المخابر والسيدة القديرة الدكتورة سناء بوخنتي. العديد من المراحل لعبت فيها اللغة عنصرا أساسيا بين الفترة الاستعمارية وما بعدها، وهذا كبقية المسارح العربية. في حقيقة الأمر يعيش مرحلة دقيقة تتأرجح بين عينة. تعتبر الحلقة من أقدم الفنون الأدائية في المغرب العربي، حيث يصعب الأولى التأسيسية للمسرح الجزائري التي كانت مجسدة منذ القرن العشرين. الحلقة وخاصة الجوال التي سوف أتناول في هذه المسرحية، مسرحية اللسان. ذاك صوت القوال قادم من غرب البلاد، من مدينة وهران تحديدا. لاله فاطمة صبر. الصراع كان بين هذا الثلاثي، وقع شجار بين سي طاهر وزوجته. أثناء ذلك قال عبارات الذي زاوج بين الجامعة ودار الثقافة أو هذا المسرح الجهوي.